أكد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية أن وحدة أبناء الوطن من مسلمين ومسيحيين ستظل صامدة وباقية، تعبر عن نبض قلب واحد ولا تقبل التبديل، مشددا أننا بحاجة إلى التكاتف والتلاحم، وأننا سنظل دوما أمة واحدة لا يقوى أحد أن يفرق جمعها المصري. وكانت زيارة رئيس الجمهورية صباح الأحد الماضي للمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية التقى خلالها بقداسة البابا تودرس الثاني لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وبحضور كل من الأنبا رفائيل سكرتير المجمع المقدس، والأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة. وحرص الرئيس على أن تكون تهنئة الإخوة المسيحيين في مقرهم البابوي بما يترجم اعتزاز الوطن بهم وبدورهم الوطني في مواجهة محاولات بث روح الفرقة والشقاق بين المصريين، والإرهاب الذي لم يفرق بين مسلم ومسيحي وبين مسجد أو كنيسة. وصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن هذه الزيارة للمقر البابوي جاءت تعبيرا عن تقدير الدولة المصرية لمواطنيها الأقباط الذين قدموا الكثير جنبا إلى جنب مع أخواتهم المسلمين من أجل رفعة الوطن وصون مقدراته ومستقبل أبنائه. سعدنا في هذا الصباح بتهنئة وبزيارة معالي الرئيس المستشار عدلي منصور، والحقيقة باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الوطنية، وباسم كل الآباء في المجمع المقدس، باسم كل الأحباء في المجلس الملي وفي هيئة الأوقاف، وباسم كل الأقباط، سعدنا كثيرا بهذه الزيارة وبهذه المحبة وبهذه الروح الطيبة التي تجمعنا كمصريين، ونعتبر ان هذه الزيارة فاتحة خير لعام جديد. احنا على مشارف ايام من استفتاء الدستور الذي نعتبره قاعدة اساسية في انطلاق مصر الجديدة، والمقارنة بهذا الدستور مع ما سبقه تعتبر أو تقدم فرقا شاسعا كبيرا جدا. شهد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء الأحد الماضي توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تطوير مناطق العشوائية ومحافظتي القاهرة والجيزة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك لتطوير 30 منطقة عشوائية بالقاهرة والجيزة بتكلفة تقدر بحوالي 350 مليون جنيه. جاء ذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير المناطق العشوائية كأحد محاور العدالة الاجتماعية والإعداد لمشروعات تطوير بعض هذه المناطق ذات الأولوية لتنفذها من خلال الخطة العاجلة للدولة. وقام صندوق تطوير المناطق العشوائية بالتعاون مع المحافظتين بإعداد خطة لتطوير 30 منطقة عشوائية ذات أولوية. لابد ان احنا جميع المناطق العشوائية ان احنا نخش فيها كلها دفعة واحدة، لان التطوير لو احنا خدناه بطريقة
فرادي زي ما بيحصل كده، ده هيترتب على ناخد وقت طويل جدا. فاحنا هناخدها كلها على التوازي، وبالتالي احنا بدأنا نشرك المجتمع المدني معانا بالنسبة لها. اتحاد البنوك دخل، ودعينا رجال اعمال ودعينا المجتمع المدني يخش معانا، وهيتم تطوير كافة المناطق جميعها. عندنا عدد كبير جدا من المناطق اللي موجودين عندنا، متبقي 195 منطقة اللي موجودين عندنا اللي هي المناطق الغير آمنة، ودي احنا شغالين في 67 واحدة ودول قربنا على الانتهاء منهم. فاحنا بنقول ان احنا اهم حاجة عندنا في الوقت حاليا من مشاكل الحكومة ووزارة التنمية المحلية هي العشوائيات. استقبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، وذلك لعقد مباحثات مع نظيره الجزائري عبد المالك سلال. بحث خلالها تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، بالإضافة إلى استعراض مستجدات القضية الإقليمية والدولية. كما التقى وزير الخارجية نبيل فهمي برئيس الوزراء الجزائري، حيث تناول معه سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة بما يحقق تطلعات شعبي البلدين. وتناول اللقاء أيضا الترتيبات الجارية لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. هذه الزيارة رغم قصر المدة ليست زيارة لموضوع معين، إنما لحوار وطني بين دولتين كانوا دائما في موقف الصداقة والأخوة عندما يكون هناك تحديات في الساحة الإقليمية أو الدولية. التشاور المصري الجزائري واجب ومسؤولية. العالم العربي والعالم الأفريقي يمر بتحديات كبيرة وخطيرة، وعلينا كدول ثقيلة في المنطقتين أن نتشاور مع بعضنا البعض ساعيا لاستقرار الأوضاع العربية ونموها، ونفس الشيء بالنسبة للساحة الأفريقية. صرح الدكتور بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السبت الماضي بأنه تم استدعاء السفير القطري بالقاهرة إلى مقر وزارة الخارجية بناء على تعليمات من وزير الخارجية المصري السيد نبيل فهمي، وذلك لإخطاره رفض مصر شكلا وموضوعا للبيان الصادر عن الخارجية القطرية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة الماضية بشأن الأوضاع السياسية في مصر. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن السفير ناصر كامل مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية أخطر السفير القطري أن ما جاء في بيان الدوحة يعد تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي للبلاد. كما تطرق لتجاوزات قنوات الجزيرة في حق مصر، مشيرا إلى أن عدم الاكتفاء بإصدار بيان يشجب لبيان الخارجية القطرية واستدعاء السفير القطري يعد خطوة غير معتادة فيما بين الدول العربية. وقال المتحدث باسم الخارجية أن سفير قطر أشار إلى أن بلاده أيدت ثورة 25 من يناير ومن بعدها ثورة 30 من يونيو، وأنها سارعت بإصدار بيان يؤكد دعم إرادة الشعب المصري ويشيد بدور القوات المسلحة، فضلا عن توجيه أمير قطر رسالة لتهنئة رئيس الجمهورية فور حلفه اليمين الدستوري. من جانبه عقب مساعد الوزير الخارجية للشؤون العربية أن مصر لا تقبل أي تدخل في شأنها الداخلي، وأنه إذا كانت قطر صادقة في تأييد الثورتين فكان من المتوقع من الدوحة أن تتخذ خطوات ملموسة وبناءة لإعادة العلاقات بين البلدين إلى سياقها الطبيعي بدلا من التدخل المرفوض في الشؤون الداخلية للدول. كما أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مصر تؤكد مجددا أنها لن تسمح على الإطلاق لأي طرف خارجي بالتدخل في شؤونها الداخلية تحت أي مسمى أو تبرير، وأنها تحمل أي دولة أو طرف خارجي يقدم على ذلك مسؤولية ما يترتب عليه من تداعيات. شهد الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لإحدى تشكيلات المشاة الميكانيكي بالجيش الثالث الميداني، والتي تأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي
للتشكيلات والوحدات، وتزامنا مع استعدادات القوات المسلحة لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور. وشاهد الفريق أول عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا تناول السجل التاريخي للتشكيل ودوره خلال نصر أكتوبر المجيد ومراحل التطوير ورفع الكفاءة القتالية لوحدات التشكيل وإسهاماته ضمن منظومة القوات المسلحة في تأمين الجبهة الداخلية خلال ثورتين 25 من يناير و30 من يونيو المجيدة، وكذلك حماية الأهداف الحيوية والاستراتيجية بمحافظتي السويس وجنوب سيناء والمجرى الملاحي لقناة السويس. وأشاد الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة في التدريب للارتقاء بالكفاءة القتالية والبدنية ونظم التأمين الفني والصيانة والإصلاح للأسلحة والمعدات وتطوير أدائها بما يتناسب مع المهام والواجبات المكلفين بها. وأثنى سيادته على الدور الوطني للضباط والجنود المستدعين وأسرهم وسرعة استجابتهم وما تحملوه من جهد خلال مراحل التفتيش، مؤكدا أنهم أحد الركائز الهامة لدعم الاستعداد القتالي للقوات المسلحة. وطالب الفريق أول عبد الفتاح السيسي القادة والقوات على كافة المستويات باليقظة الكاملة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تمكنهم من تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها، والتعامل بكل قوة وحسم ضد من يحاول المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين. وقد حضر إجراءات التفتيش الفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار القادة بالقوات المسلحة. اللي احنا شفناه النهاردة بيأتي في إطار الجهود اللي القوات المسلحة بتعملها للحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والكفاءة القتالية. لازم نكون جاهزين دائما عشان نحمي بلدنا ونحافظ عليها ضد أي شر. المستوى اللي الواحد شافه النهاردة الحقيقة أسعدنا جميعا، وده جهد عظيم جدا جدا وجهد مشكور جدا جدا، ان احنا رغم كل الظروف اللي احنا بنمر بيها دي الى ان التخطيط اللي احنا عاملينه مصرين على تنفيذه، ومصرين على تنفيذه بمعدلات ايه؟ معدلات كبيرة جدا جدا، عشان دايما الجيش المصري هو عنوان الوطنية المصرية. جيش بيحب بلاده بجد، جيش بيحمي بلاده بجد، جيش مستعد يضحي عشان خاطر بلاده بجد. فكل التقدير والله والاحترام لكم جميعا. بقول للجيش مصر وأهل مصر اللي هم أهلنا أمانة في رقبتنا، وإن شاء الله احنا جديرين إن احنا نحافظ على هذه الأمانة، وقادرين إن شاء الله على إن احنا نحافظ على هذه الأمانة. وهتفضل مصر بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل المخلصين وبفضل الجيش المصري في سلام دائما، رغم كل الناس اللي مش قادرة تفهم ان اللي بيأذي مش بيأذي، ده بيأذي نفسه قبل ما بيأذي بلده، لان دي الارض اللي انت عايش عليها، ودي الارض اللي هيعيش عليها ابنائك. فخلي بالك من بلدك، ومستعدين نضحي بدمنا. الكلام ده انا بكرره عشان أأكده ان احنا مصرين على ان نحمي بلدنا مصر، ولا يمكن ابدا بفضل الله وبفضل تماسك الجيش المصري اللي انا بقول جيش على قلب رجل واحد.
بفضل تماسكه ده لن يستطيع أحد أن ينال من مصر إن شاء الله. آخر حاجة بقولها لكم، بقول مصر أمانة في رقبتنا كلنا، وربنا يعيننا على إن احنا نحافظ على هذه الأمانة. أنا بوجه كل التحية والتقدير لكل من شارك في إعداد وتجهيز اللي أنا شفته النهاردة من كفاءة قتالية واستعداد عالي جدا لتنفيذ أي مهمة. استعدت كافة الأجهزة بمحافظة الإسكندرية لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 من يناير الجاري. وقد عقد اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية اجتماعا مع السادة قيادات مديرية الأمن والإدارة العامة للأمن المركزي والأمن الوطني والأمن العام وممثلون عن المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية، حيث تم وضع خطة أمنية استباقية تبدأ قبل الاستفتاء على الدستور بإنشاء غرفة لإدارة الأزمات تضم مندوبين من البحث الجنائي والأمن الوطني والأمن المركزي والحماية المدنية والنجدة والمنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية ومرفق الإسعاف ومرفق المياه والكهرباء لمتابعة عملية الاستفتاء وتنظيم الخطة التي تشمل تأمين لجان الاستفتاء والمنشآت الهامة والحيوية، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية، حيث كلف مدير أمن الإسكندرية إدارة مرور الإسكندرية بشن عدة حملات مرورية لضبط كافة المخالفات المرورية وتحقيق السيولة اللازمة لمواجهة التكدسات المرورية أمام لجان الاستفتاء، وأيضا وضع خطة تصورية للمحاور الرئيسية والمحاور البديلة بالمحافظة لتحقيق السيولة المرورية على أكمل وجه أثناء عملية الاستفتاء. كما تقوم إدارة شرطة المرافق بالقيام بعدة حملات لإزالة الإشغالات ورفع مخالفات الباعة الجائلين ورفع المركبات المتروكة منذ فترة طويلة والمخلفات من أمام لجان الاستفتاء بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالأحياء، وذلك خشية استخدامها في أي أعمال عنف. وكلف مدير أمن الإسكندرية إدارة البحث الجنائي بتوسيع دائرة الاشتباه الجنائي. وكلف مدير أمن الإسكندرية إدارة البحث الجنائي بتوسيع دائرة الاشتباه الجنائي والعمل على توجيه عدة ضربات أمنية للخطرين وجمع المعلومات عنهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم في محيط لجان الاستفتاء، وعمل حرم أمني لكل لجنة، بالإضافة لتأمين أسطح العمارات والعقارات المطلة على عملية الاستفتاء. كما تقوم إدارة الحماية المدنية بالمرور على جميع لجان الاستفتاء والقيام بعملية تعقيم بالفحص الجيد باستخدام الأجهزة المتطورة للكشف عن المفرقعات، بالإضافة إلى نشر قواتها على جميع مداخل اللجان الانتخابية والكشف الجيد لمحيط تلك اللجان عن المفرقعات، وذلك باستخدام بعض الأجهزة الحديثة. كما يتم عمل تمركزات أمنية ثابتة بكل مجمع انتخابي وأقوال أمنية متحركة بدائرة كل قسم مكونة من مجموعات الأمن المركزي ورجال المباحث الجنائية بالاشتراك مع القوات المسلحة للمرور الدائم بمحيط اللجان الانتخابية والتدخل الفوري والسريع في حالة حدوث أي شيء يهدد الأمن العام، بالإضافة إلى التشديد على الأكمنة الحدودية وإدارة تأمين الطرق بالانتشار المكثف للقوات على جميع الطرق السريعة والصحراوية والفحص الجيد لجميع حالات الاشتباه في الأكمنة الحدودية. ايه اللي طالباه من الامن علشان نامن عمليه الاستفتاء والادلاء بصوتنا؟ بص يعني ان شاء الله باذن الله انا متاكده ان مش هيحصل حاجه وحشه ان شاء الله ان شاء الله، والاستفتاء هتطلع يعني زي ما احنا كمان بنحلم ومتمنيين ابدا، ما فيش اي حاجه منهم زياده عن اللي بيتعمل كل مره. انا محتاجه بس الشرطه تكون واقفه علشان الناس تحس بالامان اكتر، فاهمني؟ وخصوصا ان انا واحده من الناس بطمن قوي لما بشوف الجيش قدامي، يعني فاهمني؟ عايزه اشوف الجيش وهو واقف كده، نفسي احس ان الناس كلها فرحانه ومبسوطه وان اليوم ده يبقى حلو، بس مش اكتر من كده باذن الله. يكون في انتشار اكتر من كده شويه، محتاجين بس شويه انتشار من الشرطه اكتر من كده. الناس محتاجه تحس بس ان هي تطمن علشان
احنا قلقانين يعني بجد، احنا قلقانين، احنا مش عارفين احنا هنروح ولا في اصرار على النزول. طبعا ان شاء الله، طبعا اكيد ان شاء الله كل الناس مصره على النزول ان شاء الله. حمايه المواطنين وخصوصا في الصعيد، لانهم هيمنعوا المسيحيين من نزولهم لاجراء الاستفتاء. في القرى الصغيره، في النجع، في الاماكن البسيطه، الناس البسيطه، ويكون في وعي لازم ننشره للناس. سواء مش لازم نقول ان كل الفئه متعلمه، لان الصعيد فيها نجوع، وفيها ناس اميين، وفيها ناس بسطاء جدا ما يعرفوش الصح من الغلط ايه. لازم يبقى في توعيه وارشاد وناس تحميهم عشان ينزلوا ما يخافوش على بيوتهم ولا على مواشيهم ولا على ستاتهم ولا اطفالهم ولا حريمهم. واحنا لازم نقول نعم، لان ده استقرار للوطن وحب للبلد، وربنا يوفق الجيش والشرطه والشعب ان شاء الله. انا طالب ان هم يعملوا اللجان، ان اروح وانا مطمن. انا اروح وانا مطمن وفي قلبي ثقه من جهه الجيش ومن جهه الشرطه. خدت بال حضرتك؟ لان طبعا القلق اللي بيحصل في البلد دوت وضع غير طبيعي. نعم للدستور وعلى استقرار البلد، وعاوزين نطلب من السيد اللواء عبد الفتاح السيسي، فريق عبد الفتاح السيسي بتفعيل القانون وسرعه المحاكمات. اهم حاجه سرعه المحاكمات عشان نضبط الشارع المصري، لان طبعا دي ناس طبعا جماعه ارهابيه وعاوزين ننفض منهم بسرعه. أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن المؤسسة الأمنية لن تسمح بأن تكون مصر رهينة بأيدي الخارجين على القانون، ولن تتهاون أبدا في التعامل مع أي تجاوزات تمس أمن المواطن. جاء ذلك خلال تفقد وزير الداخلية للإدارة العامة لتدريب قوات الأمن السبت الماضي، وذلك بحضور عدد من مساعدي أول ومساعدي الوزير والقيادات الأمنية المعنية، في إطار حرصه على تطوير وتحديث أساليب التدريب للقوات والأفراد، وبما يتناسب مع ظروف عمل أجهزة الشرطة الحالية وطبيعتها ومهامها في إعادة الأمن والاستقرار، والتي تعد من أولويات الاستراتيجية الأمنية الحالية. وقد استمع وزير الداخلية لشرح حول خطط انتشار قوات الأمن بمختلف أنحاء الجمهورية خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن تسيير دوريات راكبة مسلحة بسيارات حديثة تجوب شوارع ومحاور المحافظات والطرق والمحاور الرئيسية والدائرية. واطمأن وزير الداخلية على توافر كافة الاستعدادات والتجهيزات للقوات بما يضمن كفاءتها وقدرتها في القيام بمهامها خلال تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن. وأكد على ضرورة توفير كافة أوجه الرعاية المختلفة للمجندين والوقوف على احتياجاتهم باعتبارهم أحد الدعامات التي ينهض عليها جهاز الأمن، وما يمثله من أهمية في تفعيل الأداء. الفترة اللي احنا حاليا اللي بتمر بيها مصر فترة حرجة فيها تحديات كثيرة بتتطلب مننا ان احنا نكون رجال على قد المسؤولية اللي الشعب بيلقيها على عاتقه. فأرجو ان الكل يبذل اقصى ما في وسعه، الكل يبذل اقصى مجهود في لحفظ الامن والنظام في مصر. واحنا اللي احنا بنعمله ده بنعمله من اجل ولادنا، مش من اجلنا احنا، من اجل ولادنا، عشان مصر تعيش بلد مدنية ديمقراطية في امن وامان، بعيدة عن الارهاب والخساسة اللي احنا بنشوفها واللي احنا بنتعرض لها. أكد السيد عمرو موسى رئيس لجنة ال50 أن الدستور الجديد يتحدث عن ثورات مصر كلها، بداية من ثورة 19 وزعيمها سعد زغلول، وصولا إلى ثورة 23 يوليو، ثم ثورتي 25 من يناير وال30 من يونيو، ويرسي مبادئ الكرامة والحرية والعيش والعدالة الاجتماعية. ووصف موسى خلال المؤتمر الحاشد للتيار الشعبي لدعم الدستور بمدينة كفر شكر أن الدستور يضم حاضر مصر وتاريخها وينهض بمستقبلها، مشيرا أن مصر حدث فيها خلل كبير ولا بد من إعادتها إلى الطريق الصحيح. دكتور نبيل طه، أنا بتكلم على المشاركة في الاستفتاء على الدستور المصري في 14 و15 يناير، رأي حضرتك؟ لا ده حاجة كويسة،
ده لازم الناس كلها تروح وتقول نعم. ده احنا عايزين نصلح بلدنا، عايزين بلدنا تبقى كويسه، وده شيء يعني الدستور ما فيهوش حاجه عيب، وده حاجه كويسه لينا يعني. بتقولي حضرتك للمواطنين بصفه عامه اليوم دوت؟ بنقول كل واحد يطلع يقول رايه، ما بلاش يقعد، كل واحد يا لا يقول رايه بصراحه. احنا مش يعني احنا عايزين بلدنا تنهض وبلدنا تبقى كويسه وعايزين نبقى كويسين قدام الناس كلها. يعني ايه ليه لا؟ كل واحد يروح يقول رايه او لا أو بس. حاجه ضروريه عشان البلد تعدي وننهضه، وباذن الله هتعدي. وانا بطالب الفريق السيسي اللي هو ينزل انتخابات الرئاسه دي رجاء من الشعب المصري للفريق السيسي، اللي هو ينزل ويمسك البلد عشان البلد تعدي من المرحله اللي احنا فيها دي. والله الدستور شيء جميل وهيحسن البلد لحاجات احسن، وهيفضنا من المشاكل اللي بيعملوها الناس الفاضيه ديت. وبعدين الدستور برضو لم شمل كل شيء في البلد من ناحيه المعاقين، يعني انا راجل معاق برضو ومهتم بيه في الدستور، ورب يطبق بقى والبلد تنهض بينا وتمشي للامان بعد كده. مشاركتي في الاستفتاء على الدستور بعد ما درسناه وعرفنا ان الدستور سليم وينفع مصر، لان مصر دولة كبيرة، هندعموا الدستور وبنقوله نعم. واحنا كجبهة وسطية وكحزب النور بنقوله نعم للدستور بعد ما درسناه وقمنا بفعاليات كان اخرها امبارح في منطقة الرمل، وممكن هتتشاف على الجرايد بأمر الله. إذن في حشد من جميع الأحزاب والدستور والنور بالذات على دعم الدستور والاستفتاء على الدستور. في حشد من جميع الأحزاب اللي هي عايزة أمن وأمان البلد وعايزة استقرار البلد، وقمنا بتوزيع نسخة عليها شعار الجبهة، ممكن حضرتك تطلعها. لكن كحزب النور اجتمعتم جميعا على المشاركة في الاستفتاء بنعم للدستور. حزب النور كمرجعية سلفية لمشايخ اسكندرية ومشايخ القاهرة كلهم أجمعوا على دعم الدستور لاستقرار الأمن والأمان ودفع عجلة الإنتاج، وعلشان مصر تمشي زيها زي أي دولة في العالم. في الأسبوع القادم نلتقي و30 دقيقة 30 دقيقة في الشارع المصري نستعرض من خلالها أهم الأحداث والمستجدات على الساحة المصرية. Thank you.